جئنا في التطبيق ونعطيكم في التطبيق كل الأسرار اللي خبوها عليكم في المصانع وفي الورشات. هذا قماش تاع الطراشين المناديل اللي عرضه 90 سنتيم. هذا راه الرولو كامل يجي مسكر فيه 40 متر. سيدتي هذا راه مطلوب لي زبونة. عندنا يدير 11,000 بالمتر بالرولو، اما بالديتاي راه يدير 14,000 وكاين اللي يديروا حتى 16,000. يعني تشري بالرولو احسن سيدتي. وعندنا في الورشة رولو كامل كملناه وزدنا منه. وهذا القري كل ما يكمل ولا قريب يعود يكمل سيدتي رانا نزيدو منه، لانهم هذا المشاريع اللي نديرهم بهذا القماش تاع الطراشين يمشونا في كل وقت. ماذا بكم تبدأوا بهم وتتكلوا على ربي، وخاصة في شهر شعبان الإقبال عليهم من كل بيت، يعني يشروه أكيد. نبداو سيدتي نطوي القماشة على 2 هكذاك باش يسهلنا التفصيل ويعطيك كمية كبيرة في وقت وجيز. سيدتي ركزي معي جيدا، تطويه مليح مليح هكذاك، ما توليش طبقة قاحزة على أختها. وهنا سيدتي قيسي الطراشين وتأكدي بلي راه القماش راه مسوي من جهة. نقيسو 40 سنتيم سيدتي. العرض القماش 90 سنتيم، طويناه ولات 45 سنتيم، تحصلنا على 45 سنتيم. ركزي سيدتي معي. نديرو الطراشين ولا المناديل هذون 40 في 40. السؤال اللي يطرح نفسه تقولي علاه ما نديروش على عرض القماش. هنا سيدتي لا درتي على عرض القماش راكي رايحه تقصي 45، والخمسة سنتيم هذيك اللي تزيديها والخمسة سنتيم اللي تبقى لنا من عرض القماش من جهة طية القماش رايحين نستهلكوها في مشروع آخر. وهنا سيدتي راكي ربحتيها في دراهمك سيدتي، وتزيدك في الأرباح. هذه النقاط الصغيرة اللي انت تشوفيها صغيرة ولكنها رايحة تزيد لك أرباح، ورايحين نوضحوها لك مليح مليح وتتفاجئي في يعني الأرباح اللي تزاد لك من هذيك القيمة الصغيرة اللي نقصناها يعني من عرض القماش واستهلكناها في مشروع آخر. ركزي سيدتي معي جيدا. هذه القياسات رانا نستعملوهم في أوقات كبيرة ولا في سنين رانا نديرو 40 في 40 وما كانش اللي اشكى من هذه القياسات. إذا كنتي عندك ورشة كبيرة وبقيتي تخدمي بالكونتيتي ديري 4 طبقات ولا 2 طبقات ولا على حسب القماش اللي عندك، يعني 2 ألوان ولا 3 ألوان ديريهم فوق بعضهم هكذاك، تقصي ضربة واحدة خير ما كل مرة تقيسي وتقصي، كل مرة وتقيسي وتقصي وتدي الوقت سيدتي. هنا باش نعطيك طريقة جد سهلة. قيسي قيمة 2 مناديل. هنا راهم يعني مطوي على 2. إلا درتي 40 تعطيك 2 مناديل، إلا درتي 80 تعطيك 4 مناديل. هنا سيدتي ركزي في القص، حاولي توصلي قد وين 40 سنتيم فقط، ما تزيديش، لأننا رايحين نستعملوا هذيك القيمة اللي بقات من جهة طيات القماش. وبكل سهولة هذيك اللي قصيتيهم 2 تحطيهم ثاني هما قبل ما تفصلي بيناتهم، تحطيهم على القماش ثانيا، تحطيهم 3 خطرات يعني 3 مرات 80 و80 و80 تعطيك قيمة 2 باكيات، يعني قيمة 12 منديل في قصة واحدة. ومن بعدها تفصليهم على 2 وما تنساش تنحي هذيك الحاشية القماش 0.2 أو 0.3 فقط. وهنا جاتك المنديل جاك في قياسات مضبوطة جدا. ركزي هنا سيدتي معي. هذيك القيمة اللي بقتنا من العرض قيسي فيها قيمة 1.5 متر سيدتي وقصيها 1.5 متر سيدتي وقصيها. هذه رانا رايحين نحتاجوها في المشروع الثاني. هنا سيدتي حاولوا ما ترموش هذا
لي شيت ولا البقايا القماش، لاننا رايحين نستغلوهم في مشاريع اخرى. ورايحه نوضح لك هنايا سيدتي، انا زدت قسط ثاني قيمه 1.5 متر اخرى، وباش نستغلها في المشروع كما وضحت لك سيدتي. هنا ركزي زين وركزي جيدا. هذه هي الاسباب تاع النجاح تاع الورشات، واللي تخدم بهذه الدقه وتستغل كل يعني البقايا رايحه تزاد لها في ارباحها اكيد، وتلقى روحها ناجحه في مشروعها. اما اللي بقات لك حتى ولي كان لي شيت اقل من 1.5 متر رايحين نستغلوها في الجيوب او حاجه واحده اخرى. جئنا سيدتي في المشروع الثاني، هو المنديل. هذا المنديل تخدميه 90 سيدتي سنتيم في 90 سنتيم. ركزي، هو عرض القماش 90 سنتيم، يعني نحتاج مربع. وهنا ركزي سيدتي، ما تتبعيش الخطوط هذيك تقولي راه فيه اعوجاج، ولا تبعين القياسات نتاوعك. يعني وين جاتك 90 سنتيم قصيها، ما تتبعيش الخطوط. اذا تبعتي الخطوط راكي كل مره تنحي 10 سنتيم، كل مره تنحي 5 سنتيم، وتروح لك هكذاك غير في اللي شيت، وتنقص لك في كميه القماش، يعني تنقص لك في الكميه اللي تخرجيها. وهنا طويناها على 2 هكذاك باش تزيدي تتاكدي باللي راها مربع مليح 90 في 90. هذا سيدتي مطلوب ثاني في كل بيت، وخاصة يستعملوه في يوم الجمعة. احنا رانا رايحين يوم الجمعة الجزائر كاملة الطيب الكسكس ولا الطعام، هذه تحتاج أكيد يا تغطي به الطعام، يا تحطو تحت القصعة ولا تحت الطبسي اللي فيه الطعام. هذا تاني تحتاجه، ولا اللي دير الخبز تحتاجه في الخبز تاني مطلوب جدا. هذون مع الطراشين يتمشاو مع بعض. هذا المنديل نديروه معاه ربع طراشين، 40 في 40. تبيعيه سيدتي كما وضحت لك في الفيديو الاول الاحصاءات، تبيعيه ب50,000 بالديطاي، بالجملة تبيعيه سيدتي 40,000. هذا كما وضحت لك. ارجعي للفيديو وشوفي شحال تكلف لك في القماش. قصيتي الاول زيدي حطيه كباترو على الثاني، وقصي به بدون ما تقيسي ولا بدون ما تطلعي الحسابات سيدتي بكل سهولة. وهنا راكي تحصلتي على 2 سيدتي، يعني المنديل الكبير مع الزوج مع ربع طراشين سيدتي. وهنا سيدتي نحكي لك حكاية مصنع، هذا راه من الواقع باش نوري لك الدقة في العمل وفي الوقت اللي تزاد لك في الأرباح. هنا واحد المصنع في الصين، كانوا يخدموا في سنين على وتيرة مليحة، وكانت ديما أرباحهم في الزيادة. جاء واحد العام واحد السنة الأرباح تاعهم بدات تنقص. هذاك النقصان حاولوا يعرفوا من واش، درسوا كل الأسباب وما لقاوش السبب. يعني الأقمشة هي الموديل هو العمال التوريد لقاوها هو، يعني غير الكمية بدأت تنقص وما عرفوش من واش. حتى جابوا خبير مختص في يعني في هذا المجال، مجال تاع المصانع، وقالوا له لازم دير لنا دراسة علاه الأرباح راهي تنقص لنا، ولا الكميات علاه تنقص. قعد هكذاك واحد الأسبوع هو يدير في الدراسة على هذاك المصنع حتى نصاب السبب هو أن واحد العامل دار النظارات اللي وريتهم لك. احنا رانا قاعد تقريبا نديروا من الخياطات، كل ما يخدم تهبط له على عينيه، يعاود يدي واحد الثواني ويرجعها، يعني سقى من النواظر تاعو.
هذيك الثواني اللي يديها اللي تعطلها، هذيك دارت له الروطار في العمل تاعو في الكمية. شفتوا حاجة بسيطة يعني دارت الأرباح والكميات دارت لها خلل. حاجة بسيطة في التوقيت. يعني احنا كنا نشوفوا في المصانع تاوعنا والورشات، هذا اللي يشرب قهوته، دي اللي راه تهضر مع صاحبتها تدي واحد 10 دقايق، هذا اللي يشرب الدخان تاعو، رايحة. احنا صراحة والو ما عندناش الانضباط. يعني سيدتي، اذا بديتي مشروعك وإن شاء الله حددي توقيت باين اللي تخدمي فيه. توقيتك يعني تنوضي الصباح بكري، تصلي صلاتك، تذكري أذكارك، تديري الغداء نتاعك. إذا خدمتيه من الليل من الأحسن هكذاك باش ما تتعطليش. أبداي خدمتك من 8 حتى ل 12. حدي توقيت معين، ما توليش فوضوية في خدمتك. هذه تعطيك نتيجة مبهرة في الخدمة تاعك. تلقايها كل ما راكي تخدمي يوميا في نفس التوقيت راح تزاد لك يعني إنتاجية، وتزاد لك وفرة، وتزاد لك أرباح ونجاح في خدمتك. إن شاء الله تبعي هذه التعليمات. المشروع الثالث سيدتي، نحتاج قماش تاع الطراشين ولا المناديل الأكارو، وتحتاجي القماش تاع الليدرا سامبل. وإذا عندك من اللي شيت ولا بقايا القماش من أي موديل، يعني قماش الساتان أو البوبلين، تقدري تستعمليه سيدتي. هنا سيدتي نبدأ بالمشروع الثالث. تقصي سيدتي 50 سنتيم. هنا هذا الموديل 50 سنتيم دارتنا زوج طابليات. ركزي سيدتي معي، هذا إذا استغليتي بقايا القماش راكي تحتاجي غير 50 سنتيم دارتنا زوج طابليات بطريقة جد سهلة وبسيطة في خياطتها. نفصلوا هذيك 50 سنتيم على 2 من جهة العرض، تتحصلي 50 على 45، لأنه العرض نتاعو 90 سنتيم سيدتي. في زوج قطع تطويهم على 2 من جهة 50 سنتيم. 50 سنتيم عندناها من جهة العرض، وتقصي من الأسفل تقصيها على شكل دائري. عينك هي ميزانك بكل سهولة، وفي نفس الوقت راكي تسوي القماش. تتحصلي على 2. وما تنساش سيدتي تكرونتي في الوسط، يعني تديري إشارة في وسط الطابلية ولا المئزر باش تعرفي منين ديري الحزام سيدتي. وإذا ديري فيها تشرشيف يعني من الأسفل تاني ديري فيها كرونتي. ولو أننا هذا الموديل درناه سامبل ما فيه حتى إضافات، هكذاك البرين تاعو 15,000 بالحبة، وبالجملة ديريه ب10,000 سيدتي. هذا راه دالك غير نص متر، دارت لك زوج سيدتي. وهذا الحزامات رانا ديناهم من بقايا القماش. هذا راكي زدتين في الأرباح أحسن من تقصيه من جديد من القماش، وخياطتهم أسهل ما يمكن. أنجو في الموديل الثاني سيدتي من القماش هذا تاع ليدرا اللي العرض نتاعو 2 مترات و40. هذا يساعدك مليح مليح، لأنه حتى السعر نتاعو مليح. راه يدير بالجملة يدير 14,000 ولا 15,000 بالديتاي، راه يدير حتى 17,000، ماهوش غالي. نحتاج منه كمية قليلة. يعني إذا درنا الموديل زاوج تشرشيف نديرو شريط العرض نتاعو 7 سنتيم سيدتي، والطول نتاعو نديرو فيه 2 مترات و20. انتي تقصي 7 سنتيم على عرض القماش، يعني العرض اطويه على 4 هكذاك باش يسهل لك. وهذيك اللي قصيتيها زيدي قصي عليها اذا كنتي ديري كمية كبيرة. هذا اذا كنتي ديري عدة مآزر ولا شحال من طبلية سيدتي. ونحتاجو قيمة واحدة اخرى فيها 10 سنتيم العرض نتاعها، هذا اللي نديروه حزام. وهنا كملاحظة تقدري من البقايا القماش هذيك اللي بقاتنا من الشريط تاع المناديل ديري منها الحزام، وتستغني على هذاك يعني القماش الزايد اللي تشريه.
هذه سيدتي كملاحظة، ونحتاج منها غير متر ونصف، الطول تاعها متر ونصف، واللي بقى من اللي شيت نحتاجوها في الجيوب هكذاك، باش اولا تزيدنا اضافة جمالية، وثانيا نقتصدوا في القماش، يعني غير من اللي شيت نديرو الجيوب سيدتي. وهذه الموديل الثاني أنا رايحين نديرو فيه إضافة اللي تزيد لك في قيمة الأرباح. هذه سيدتي 50 سنتيم دير لك واحد، دير لك يعني دير لك مئزر واحد زائد منديل زائد طرشونة. ركزي سيدتي معي في التفصيل، قصي 50 سنتيم ومن بعد افتحي القماش، قيسي 60 سنتيم سيدتي من جهة العرض، العرض نتاعو راه 90 سنتيم، نقصو 60 سنتيم. هذا هو العرض نتاع المئزر، هذا الموديل الثاني، موديل جميل ورائع وسهل في خدمته. والقيمة هذيك اللي بقات من العرض سيدتي، هذيك نحو منها الطرشونة، نطوها على 2، ومن الأسفل نديروها على شكل دائري، عينك هي ميزانك. وما تنسايش من في الوسط يعني في المنتصف ديما نديرو إشارات، هذه تسهل لك في التطبيق بكل سهولة. نقيسو سيدتي الطرشونة نديرو فيها 35 سنتيم الطول تاعها، وتقصيها سيدتي. وهذيك القيمة اللي بقات رانا رايحين نديرو منها الجيوب. هنا ركزي معي، تقصيها بكل سهولة، وهذاك العرض اللي بقى لها تخليه كما راه، يعني 35 تقصيها فقط، وتطويه على 2 القيمة اللي بقات لنا. يجينا زوج جيوب، جيب واحد نستغلوه في هذا يعني في هذا الطابلية والمئزر، والجيب الثاني نستغلوه كبقايا من يعني للمآزر الأخرى. هنا شريط هذاك اللي قسنا فيه 10 سنتيم العرض نتاعو، نحو منه متر ونصف. هذه تحتاجيها نديروها في الحزام، واللي بقات لك من القماش نستغلها كزيادة نديروها في الجيوب، لأنه الجيب القطعة ذيك راه غير صغيرة، تزيدي تكمليها منها تحفة للجيب، ومنها تزيديها غير من اللي شيت، احسن ما تديري من القماش جيب كبير تقصيه من القماش اكثر، تستعملي اكثر من 50 سنتيم. وهذا هو سر النجاح، يعني سر النجاح في الارباح في لي زاتولي اللي يخدموا بالجملة. البقايا تاع القماش يستغلوها احسن ما تستغلي اكثر من يعني من 50 سنتيم. احسبي سيدتي، كان تزيدي غير 10 سنتيم زيادة، 10 سنتيم تنحيها من 40 متر راها تنقص لك أرباح كبيرة. إن شاء الله تكوني فهمتيني من هذه النقطة. وهنا سيدتي رانا فصلناها بكل السهولة، وراني وضحت لكم مليح في الفيديو السابق شحال الرولو يجي فيه. جئنا في التطبيق ونعطيكم سر من أسرار النجاح. هنا سيدتي الخيط باش ما يتقطع لكش تاع السرج ويطول في عمره، جيبي أي يعني معطر عندك، معطر الجسم ولا معطر يكون فيه نسبة من الزيت، نسبة قليلة من الزيت، ترشي الخيوط هذوك سيدتي، أولا باش ما يتقطع لكش، وثانيا يطول في عمره لأنه الخيط نتاعو رقيق. وزيدي ثانيا راه كاين في مجهة الإبرة كاين واحد الخزان صغير لازم ديري له تزييت، هذا اللي يفوت عليه الخيط للإبرة باش ما يزيدش يتقطع لك في كل وقت ويدي لك الوقت. وتزيدي كاين خزان صغير من الأسفل، هذاك لازم اذا لاحظتي تفتحيه لازم ديري له التزييت، تعمريه داك الخزان بالزيت، زيت آلة الخياطة اللي خاص. وتزيدي الرقم تاع الماشينه تاع السورجي عفوا، في التنفيذ تاع المناديل لازم ديريه في رقم 1 سيدتي.
وكملاحظة لاحظيها مليح، الباب هذاك سيدتي لازم منين تغلقيه لازم ديريه من وراء يعني الباب، كما راني نوضح لك مليح مليح من وراء يعني الموس تاع اللي يطلع ويهبط اللي يقص القماش هذاك ديريه من وراه. يعني راهم ياسر تقول لك راه يقطع عليه القماش ويدير لك واحد لي شيت مع الخياطه مع السورجي، هذا هو السر نتاعو. وكملاحظه القماش هذا ديري الابره نتاعو رقم 14 ماهيش الغليظه، ديري في رقم 14. وهنا راني نوضح لك وين ديري التزييت وين ديري الرقم. اللي ما تعرفش هنا الريغلاج تاع الآلة هذه راها تطلع وتهبط وفيها أرقام، ديريه في رقم 1. هذا غير للمناديل، يعني تستعمليها للطراشين ولا تستعمليها للمنديل الكبير هذاك فقط. أما إذا جيتي تخيطي في الخياطة العادية ولا ديري سورجي العادي ديريها في رقم 3 أحسن. وهنا سيدتي ما تزيريش الخيط باش ما يتقطع لكش كل وقت، يعني وسط، ما ترخفيهش وما تزيريهش مليح. تريقلي السورجي نتاعك وتنطلقي. هنا يعطيك الخدمه مليحه ومتقونه وما يتقطع لكش الخيط في كل وقت. وهنا لاحظي سيدتي في التطبيق تاع طراشين تخدمي خط مستقيم وتجي قريب للحاشيه ولا الدوران، ارفعي البيد بيش ولا العفاس هذاك برجلك ودوريها وهي في نفس الاتجاه، يعني ما تخرجيش على القماش، يعني في نفس القماش ما تخرجيش، تدوريه هكذاك يعطيك الاستمراريه تاع الخيط وما توليش كل زاويه تقصي هذاك الخيط والخيط يتفتح لك. هذا هو السر تاع النجاح هذا الطراشين. هذا سيدتي إذا كان عندك السورجي، وهناك ديريه في رقم 1 راه ما يتفتح لكش الخيط. وحاولي كي تكملي تقصيه يعني على الزاوية بالضبط، تقصي القماش الخيط عفوا تقصي الخيط على الزاوية بالضبط هنا باش ما يزيدش يتفتح لك في الطرشونه، يعني كي تكملي ما يتفتح لكش الخياطه نتاعها. ان شاء الله تكوني فهمتيني وراني وضحت لك. هذا اللي عندها آلة السرفله السورجي، واللي ما عندهاش آلة السرفله ولا ما عندهاش سورجي رانا رايحين نوضحوا لها كيفاش تخدميهم بآلة الخياطة. حتى وعندك آلة الخياطة العادية تاع المنزل هذيك الكحلة تقدري ديري بها هذه المشاريع الثلاثة اللي درناهم لك. هنا سيداتي رانا نخدموا في المنديل، يعني المنديل الكبير تاع الخبز ولا تاع الأكل ولا يعني استعمالاته عديدة وعليه إقبال سيداتي. هذه غير تكلي على ربي وأبدأي فيه من الآن. طريقة سهلة وغير مكلفة ومضمونة في المبيعات بإذن الله إذا تبعتوا كل الأسرار اللي مديناها لكم من الأذكار والصلاة على الرسول في كل وقت والقراءة سورة الواقعة. يعني احنا نديروا الأسباب مع الله ونخلوها على ربي. أكيد وأكيد رايح ربي يعطيك وفرة في كل شيء، في مالك، في رزقك، في صحتك، في حتى في أرباحك. هنا سيدتي جئنا في التطبيق. إذا ما عندكش آلة السرفلة لاحظي جيدا مليح، تطويها طية صغيرة مرة وزيديها المرة الثانية، يعني 2 طيات صغار. وهنا باش تجيك مليح وخدمة متقونة وجيدة في الطية، حاولي من بعيد ما تطويش القماش غير حدا البراء، يعني غير حدا العفاس. وهنا كملاحظة في الخياطة العادية يعني هذه الطراشين ديريها في رقم 5 سيدتي، لأننا رايحين نديروها غير خياطة تجميلية ماهيش الخياطة يعني اللي نشدوا بها 2 قطع في بعضهم. ان شاء الله تكوني فهمتي. الخياطة التجميلية دائما نديروها في رقم 5. هنا سيداتي كما وضحت لك
اطويها زوج طيات صغار وبعدي على الابره. يعني اطوي القماش بيدك واحد 5 سنتيم هكذاك، وابدا امشي بالخياطة وتجي قريب للزاويات باش ديري الدوران. اطويها ثاني من بعيد وامشي، ومن بعد في الدوران خلي البرا داخله وطلعي العفاس ودوري الطرشونه تاعك هكذاك. الخياطه تاعك تجي مثقونه وما تجيش يعني مرخوفه، يولي الخيط زايد هكذاك تقصيه تتحلك الخياطه. يعني اذا بديتي خدمتك يعني بهذا الطريقه وتبعتي كل الارشادات اللي رانا نمدوهم لك، رايحه تلقاي خدمتك فيني ومتقونه وفي وقت وجيز ديري شحال من قطعه. ما تنساوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هاي بكل سهولة راكي كملتي الطرشونة تاعك وجاتك متقونة. وكي تطبقيها سيدتي في التطبيق نتاعها في الطي نتاعها تجيك مسوية وجميلة جدا. جئنا في يعني في الموديل الأول تاع الطابلية. هنا سيدتي لاحظي ديري المنتصف تاع الشريط هذاك اللي عرضه، اللي الطول نتاعو 1.5 متر سيدتي، اللي جبناه غير من اللي شيت اللي بقاتنا نستعملوه في هذا يعني في هذا المئزر. وحاولي تطبقي هذا الطريقة الجميلة والسهلة. هنا إذا عندك سورجي سيدتي ديري سورجي ساير داير، إذا ما عندكش تقدري تكفيها 2 كفات رقاق. تطوي هذاك الشريط على 2 وديري له إشارة، وحنا رانا من قبل درنا لها إشارة. هنا رانا درنا لها السورجي سيدتي، اللي حنا عندنا السورجي. إذا ما عندكش تطويها سيدتي وتخيطيها من الأسفل وتخلي جهة الحزام. ديري المنتصف مع المنتصف، منتصف الحزام مع المنتصف. هنا رانا نديرو له الإشارة باش يسهلنا في العمل ويجينا في مكانه المضبوط. طريقة جد سهلة. هنا سيدتي عندك 2 طرق، هي تخيطي بهذه الطريقة. لاحظي سيدتي جيدا، هذا إذا ما عندكش آلة سرفلة ديري المنتصف وتخيطي حتى تكملي في عرض المئزر، يعني غير في عرض المئزر. هنا سيدتي لاحظي مليح من جهة القفا تاع القماش، يعني الوجه اللي كان يقولوا له الوجه الشاين تطويها على 2 وتشديها بدبوس في بداية المئزر. يعني منين بدايتي الخياطة تاع المئزر تشديها من الجهتين، راه على وجهه على قفا القماش، وتخيطي هذاك الشريط على قيمة 1 سنتيم ولا أقل، لأنه راه رايح يدخل للداخل، يعني نقلبوها للداخل تعطيك نتيجة وفينيسيون مليح مليح. لاحظي سيدتي مليح. هنا بعد ما خيطتي الجهة الأخرى جئنا الجهة الأولى جئنا في الجهة الثانية نخيطها بكل سهولة ونقلبوا الشريط ولا الحزام هذاك للداخل. يعني تجيبي كاش يعني حاجة طويلة مثل كما السيالة أو ميقص أو حاجة، دخليها من داخل حتى توصلي للفتحة تاع يعني تاع الحزام هذاك، وتجبديها بكل سهولة هكذاك تولي لك الخياطة للداخل. ديري الجهتين بنفس الطريقة ويبقى لك تقلبيها على الوجه. الآن دركا تقلبيها على الوجه وندخلوا ديك الخياطة للداخل وتطوي قيمة 0.5
وتحطي الدبوس في الوسط، لي زيبانجل تشديها في الوسط. هذه هي كاين لي هذا العفسه ولا هذه الطريقه كيتخيطها تجيها طيات في الحزام. هذه يعني ما شدتش المنتصف في المنتصف. هذا هو الخطأ اللي يطيحوا فيه المبتدئات. وتخيطي خياطة تجميلية على الوجه. هنا سيدتي تعطيك فينيسيون وإتقان في العمل، تعطيك روعة في خدمتك. وإذا حبيتي عندك آلة السرفلة تقدري تطويه على 2 وتخيطيه وتديري الخياطة فيها سورجي وتديري خياطة تجميلية، ولكن من الأحسن ديري هذه الطريقة أحسن وأجمل. جئنا في الموديل الثاني سيدتي، الشريط اللي درنا فيه العرض نتاعو 7 سنتيم والطول 2 مترات و20. هنا اذا عندك آلة السرفلة ندي تشديه بآلة السرفلة، اذا ما عندكش آلة السرفلة تطويه 2 طيات كيما درناها في الطرشونة ولا في المنديل وتخيطيه من جهة واحدة. اما احنا عندنا آلة السرفلة درنا له آلة السرفلة. تشدي المنتصف في المنتصف من الأسفل، منتصف تاع الشريط هذاك في المنتصف تاع الطابلية من الأسفل هكذاك باش تقدري توزعي يعني الطيات هذيك بكل سهولة. راكي سيدتي تمشي بالخياطة تاع 1 سنتيم وتطوي طية صغيرة، تمشي وتطوي طية صغيرة بيناتهم هكذاك حوالي 3 سنتيم. هذه كي تشدي المنتصف في المنتصف هذه يعطيك توزيع يعني توزيع متساوي وسهل جدا. هنا بعد ما تكمليه بكل سهولة تقدري هنا اذا عندك آلة السرفلة تخيط ديري له السورجي، اذا ما عندكش سيدتي لازم ديري خياطة تجميلية ترقدي هذيك القيمة اللي خيطتيها هكذاك باش تثبت لك الخدمة مليح مليح وما يسنسرلكش القماش. جينا في الجيب سيدتي زدنا له الإضافة هذيك من بقايا القماش فقط، وحتى الجيب يعني استغلينا بقايا القماش فقط. تخيطي على العرض الجيب وديري الخياطة هذيك للداخل. لاحظي سيدتي جيدا، تطوي طية تاع 0.5 وتطويه على يعني على الخياطة هذيك هكذاك باش تجيك الخياطة فيها إتقان وجميل. هذه هي السر من أسرار نجاح العمل. جينا في السورجي باش نديرو الخياطة هذيك اللي درناها تاع الحزام نديرو لها ولا الشريط هذاك نديرو له السورجي. ما ننساوش باش نرجعوها في رقم 4 أو 3 أو حتى 5. يعني من الأحسن ديريها في رقم 4 أحسن. نديرو لها السورجي ساير داير في قيمة الخياطة هذيك تاع الحزام ولا تاع الشريط اللي درناه. هنا سيدتي نلاحظي مليح تقدري ديري لها خياطة تجميلية، تقدري تخليها كما هكا لأننا درنا لها بعد السورجي. تطويها على 2 الطابلية تطويها على 2 باش يجيك الجيب في بلاصتو المحددة وما يجيكش أعوج، يعني ما يجيكش مايل وتولي تدي الوقت في التقلاع وتدي الوقت في الخياطة وتدي القماش حتى هكذاك يخسر لك بالتقلاع. تطوي تهبطي ب15 سنتيم من الأعلى وتطوي الجيب ومن بعدها من الطيات هذيك تشديه بالدبابيز ولا لي زيبانجل هكذاك باش يحكم بلاصتو بكل سهولة وإتقان. صلوا على الرسول. تشديه يعني باللي زيبانجل وتطويه ب0.5. هنا سيدتي لاحظي مليح في الجيب كاين اللي راهم ياسر يبيعوا طابليات تشريه منا الجيب يطبع منا، ديريها في رقم 3 البرا ولا يعني الترقيم تاع الماشينه وتثبتي مليح مليح في البداية تاع الجيب، تثبتي بخياطة تاع
2 سنتيم، وتزيدي خط حداه تاع 2 سنتيم، ومن بعدها تكملي الخياطه. هنا راني نوضح لك في الريغلاج تاع الماشينه، ما تنسايش روحك، لاننا في الخياطه التجميليه درناها في رقم 5. حاولي ترجعيها كيف الخياطه، لان هنا نخيطوا الجيب باش ما تجيناش الخياطه تتقلع في الساع، يعني تتحل بسرعه. ديريها في رقم 3 سيدتي، وتمشي بكل سهوله. هنا راكي شديتيه بالدبابيس ولا لي زيبانجل، يساعدك في الخياطه. هنا رانا نثبتوا الجيب في البدايه والنهايه في الفتحه جيدا. هذه تعطيك اتقان في العمل، وكل ما اتقنتي العمل وبعتي منتوجك رايحين يزيدوا يشروا عليك الزبائن، يعني ما يهربوش. هذا القطعة صغيرة جبناها غير من اللي شيت، طويناها على 2 وزدنا طويناها للداخل على 2. لاحظي سيدتي مليح مليح، واذا ما فهمتيش زيدي عاودي يعني الفيديو حتى تفهمي جيدا. هذه العفسة هذه نحتاجها كزيادة وإضافة جميلة. لاحظي سيدتي في منتصف تاع المئزر من الأعلى في الحزام، زيدي ديري المنتصف تاعو، يعني منتصف المنتصف، وحطي هذيك العفسة بدون ما تقيسي، بدون قياسات، تحطيها وتخيطي عليها. سيدتي هذيك القيمة جبناها غير من اللي شيت، يعني الطول تاعها يكون فيها 10 سنتيم، تطويها تولي 5 سنتيم. جئنا في الحزام اللي درنا فيه 1.5 متر طول، والعرض نتاعو 10 سنتيم، نديروه بنفس الطريقة تاع الخياطة نتاعو تاع المئزر الأول، ولكن هنا نديرو فيها كشكشة ولا بليات من الأعلى. لاحظي سيدتي جيدا، قيسي 50 سنتيم في الشريط تاع الحزام 50 سنتيم، وديري إشارة من المنتصف تقيسي 25، من المنتصف تاع الطابلية تقيسي 25، وتمشي ب1 سنتيم وتخيطي وديري كشكشة، يعني ديري بليات صادين من جهة واحدة، وراكي حطيتي لي زيبانك في المنتصف. تزيدي سيدتي هنا نزيد نوضح لك، تزيدي تقيسي 25 سنتيم وديري إشارة يا بالطبشور يا بالدبابيس، يعني بلي زيبانجل هكذاك باش ما يهرب لكش، وتعرفي توزعي هذوك الطيات بكل سهولة. هذه تعطيك وفرة في الوقت وتنظيم في العمل. تنظيم في العمل هذا هو اللي يعطيك كمية كبيرة في وقت وجيز تخدميهم. سيدتي احنا نحاولوا نعطوا كل الأسرار اللي احنا طبقناها ونجحنا فيها، وحتى اللي طبقوها في المصانع والورشات، وهذه بنفس الطريقة نديروها في الحزام. هنا سيداتي راني نوضح لك، إذا حبيتي ديري طريقة تاع تطويها وتشديها بالسورجي، تحبي ديري هاد الطريقة، وانا نفضل الطريقة هذه، يعني تعطيك فينيسيون جميل واتقان، يعني حتى العرايس ولا يدوها في دوزانهم في تجهيزهم، ولا حتى يدوها هدايا للعرايس. خدمة جميلة ورائعة، جا موديل تحفة. هنا سيدتي نزيدو الجهة الأخرى، راني نوضح لك سيدتي، تخلي جهة التشرشيف هذاك ب1 سنتيم وتبداي الخياطة نتاعك. هنا سيدتي كملاحظة، كانت نحكي لكم هذه الحكاية تاع وحدة كانت تدير هذا المشروع، ودائما نراها في يعني تقولي مانيش نربح فيه بالبزاف. انا قلت نشوف هذه وش هي الاخطاء اللي راها دير فيهم. بعد ما زرتها وشفتها لقيتها كيما هذوك اللي شيت تاع اللي شايط من الحزامات، ترميهم
دير الجيوب ديرهم من القماش، تفصلهم من جديد، تزيد فيهم في القيمة تاعهم، دير جيب كبير. هذيك الارباح ولا هذيك القيمات اللي تنقصهم لقيتها راها تنقص في، يعني شغل ترمي في دراهم، ماهيش ترمي في قماش، ترمي في دراهم. والحمد لله بعد ما طبقت التعليمات اللي اعطيناهم لها تحسن المدخول نتاعها، والحمد لله زادتها في الارباح هذه اللي كانت ماهيش متوقعتها واستغربت فيها. ان شاء الله احنا نعطوكم في كل الاسرار حتى تبداو مشروعكم بطريقة صحيحة وما تتعبوش، وتزيدوها ان شاء الله في الارباح وما تخسروش. ان شاء الله معنا طريق النجاح دائما في النجاح. درناها طريق خياطة تجميلية على الوجه، غير في هذيك العرض تاع المئزر، وجاتك خدمة جميلة وجاتك متقونة من الجهتين وخدمة نظيفة. هذيك القيمة هذيك اللي زدناها هذه دائما السيدات راهم يحوسوا على يعني الطرشونة هذه، حليت لهم المشكل، تعلق فيها الطرش. يعني هذا الموديل كي تشوفوا في الأسواق ولا تشوفوا في المحلات تعجبها الفكرة وتزيدها. كاين كملاحظة تقدري في بلاصة ليزانو هذيك ديري لها قفلة وتنقصي في العرض هذيك تاع الليزانو اللي درناها وديريها بالقفلة، وهي من الأحسن تخليها كما راها أحسن ما تزيدي على روحك. جينا سيدتي في التغليف. هنا سيدتي الأكياس هذيك العرض نتاعها 20 سنتي. عندك زوج طرق، تقدري ديريها في الأكياس، تقدري تشدي مثلا 6 طراشين 6 مناديل تشديهم بالكرافيز هذيك، وحنا من الأحسن ديريهم في الأكياس. هذيك راها دير 16 في الباكي فيها 100 ولا 50، هي نورمالمو فيها 100، يعني 100 كيس، يعني يخدمولك خيرات ربي. شوفي سيدتي هنا لومبالاج صاير له كيما الماكياج، يعني لومبالاج يزيد في القيمة ويزيد في التحفة وفي المنظر، حاجة يعني كبيرة. سيدتي لاحظي إذا وحدة ماهيش دايرة الماكياج ودارت الماكياج تبدل 100 في الساعة. هذا هو سر تاع اللومبالاج، وكي ديريه في الكيس يعطي حاجة قيمة كبيرة ويعطي منظر مختلف جدا. وهذوك البطاقات سيدتي وين تصيبيهم في محلات تاع اللي يبيعوا لوازم تاع التغليف، ولا في المكتبات سعر تاعهم راه مرخيص ومناسب. في كل كيس نكتبوا عليها رقم 6 ونكتبوا اسم المناديل، يعني 6 مناديل. وجينا في المنديل الكبير اكتبي منديل كبير و6 مناديل. هكذاك تزيدي توضيح في الساشي، يعني اللي يجي يشري هذيك الساشي تولي واضحة عليه، وتزيدك حتى قيمة السيدتي. وهنا الأسعار رانا عطيناهم لكم في الفيديو الأول. وتديري لهم الساق، يعني الغراء الشريطي هذاك ديريه غير قليل. جئنا في المنديل هذا يعني في المئزر عفوا، طبقيه حتى هو، دير له طيه جميله وطبقيه وتحطيه في ساشي، وتزيدي له هذاك الطرشونه نتاعو اللي تزيد له قيمه جماليه. اذا درتي بالجمله يعني تجيبي أكياس أكبر من هذه الأكياس اللي عرضهم 50 سنتيم ولا 40 سنتيم، ودير دوك الأكياس هادو نتاع الصغار، هادو اللي درنا فيهم الأكياس الصغار، ديري كل علبة ولا كل كيس كبير ديري فيه 6 أو 12، هكذاك تبيعي بالجملة. أما هادو الصغار اللي ما درنا فيهم والو، هادوك
يعني المئزر العادي ديري كل 6 أو كل 12 في كيس واحد. وإذا حبيتوا ثاني كفكرة تقدري عند اللي يطبعوا عند السيبر يطبع لك في ورقة واحدة اسم المشروع نتاعك وعدد المناديل ولا القياسات نتاعك، يكتبوهم لك في مربع صغير هكذاك. ورقة واحدة يجي فيها 12 مربع أو 6 مربعات، تقصيهم وتزيديهم يعني في كل كيس تزيدي هذيك المربعة. إن شاء الله نكون فدناكم، وأي استفسار مرحبا بكم اكتبوه لنا في على الواتساب، ورايحين يعني نجاوبكم بكل أمانة. لا تنسوا الدعاء لنا ولكم، وسوف نوافيكم بالمشاريع الأخرى بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.